ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شايفين المنتجات دي؟ عايزه اقول لكم طبعا دي منتجات اوريجينال. في البدايه عايزه اقول لكم ان انا بعد ما رميتهم افتكرت ان انا ما بوظتهمش. طيب يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. السلام عليكم. عايزة أقول لكم لو ما كلمتكوش قبل كده عن موضوع توالف الشحن. في حاجة منتشرة دلوقتي، السيلرز بيبيعوها، وممكن السيلرز نفسهم ما يكونوش عارفين إن هي حاجات مضروبة. بصوا يا جماعة، شايفين البرودكتس دي كلها اوريجينال، تمام؟ النباشين اللي هم بيلموا الزبالة، بيلموا الحاجات دي من الزبالة وبيدوها لشركات تحت السلم. هم بيعبوها بطريقتهم، انا مش عارفة هم بيعبوها ايه، بس اكيد طبعا حاجات يعني غير صالحة للاستخدام الآدمي، وحاجات مش مصرحة ولا عدت على وزارة الصحة ولا اي حاجة. طيب احنا الحاجات دي دلوقتي لما نجيبها وتخلص نعمل فيها ايه؟ المفروض ان احنا نبوظها. يعني مثلا شايفين الغطا ده انا عملت فيه ايه؟ بس طبعا انا مش هكتفي بكده. يعني حاولي مثلا ان انتي تبوظي العبوة نفسها بسكينة، بأي حاجة. يعني حاولي ان انتي تخرميها بحيث لما يجوا يملوها يعني تسرب، فاهميني؟ تكون غير صالحة للاستخدام. طبعا انتي بتعملي كده عشان غيرك ما يتأذاش، لان زي ما قلت الحاجات دي احنا ما نعرفش ايه مصدرها، ولا يعني هم اصلا ايه الشركات دي مش شركات يا جماعة، دي يعني حاجات كده تحت السلم زي ما بيقولوا. فخلي بالكم ما تشتروش اي حاجة اسمها توالف شحن، عشان ما فيش حاجة اسمها توالف شحن. وبوظوا اي عبوة اوريجينال بتخلص من عندكم قبل ما ترموها. وبس كده انا خلصت. لو عجبك الفيديو دوسي على لايك، لو عايزة تتابعيني بعد كده دوسي على سبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، وسلام عليكم.